إليسا عن قرار اعتزالها: لا أستطيع التحكم بمشواري الفني. قالت الفنانة اللبنانية إليسا إنها تشعر بالفخر والسعادة بالإنجازات اللي حققتها بنفسها بدون مساعدة أحد، وده على مدار السنوات الماضية. وقالت إنها تعرضت للكثير من الضغوط النفسية والمرضية اللي أثرت عليها بشكل كبير، إلى جانب ابتعادها عن شركة روتانا اللي كانت بتقوم بإنتاج ألبوماتها. وبعدها فكرت إليسا في الاعتزال، إلا إنها عدلت عن القرار ده وقررت إن هي تنتج لنفسها. وقالت إليسا خلال حديثها مع إيتي بالعربي إنها تشعر بالصدمة بعد قيام شركة روتانا بحصر أرشيف جميع الفنانين لديها عبر منصتها الإلكترونية، ولا تملك الحقوق الملكية لألبوماتها وأغانيها اللي قدمتها على مدار أكتر من 20 سنة. فبعدها قررت الاعتزال، إلا إنها عدلت عن قرارها وقررت إن هي تنتج لنفسها.